السلام عليكم. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض سمكة البوري، هنحولها لفسيخ وهعرفك ازاي في خلال 5 ايام تاكلي منها. ولو انت ما بتحبيش الريحة بتاعت الفسيخ ولا بتطيق الفسيخ، هخليلك الفسيخ من غير ريحة. ولو انت نفسك تاكليه او بتحبيه والريحة مضايقاكي، هقولك ازاي تخلليه وما يطلعلوش ريحة. تعالي معايا نشوف الفيديو ده، وان شاء الله هتطلعي من الفيديو ده وانتي مستمتعة باكله، ومش بس كده هتحبي تعمليه على طول. والنهاردة هنعمل مع بعض الفسيخ في الحلة، ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. وطبعا اول حاجة بنعملها بعد ما بنجيب البوري ان احنا بنغسله. شوفي بقى احنا بنغسله ازاي. بنخلي راسه تحت وديله فوق كده، وتخلي الحنفية المية تنزل في قلب النغشيش. لازم تضرب كده في النغشيش عشان خاطر بينزل منها ممكن رملة ممكن طينة، فلازم تبقى نظيفة جدا عشان خاطر دي اول حاجة. لو هي مش نظيفة بتخلي ريحة الفسيخ مش حلوة خالص، فلازم دي تهتمي بنظافتها جدا. تمام كده. وتاني خطوة هنعملها هي اننا هنعمل مساج للسمكة. مساج يعني ايه؟ يعني هنضغط كده من عند الديل وننزل كده لحد الراس بعرض السمكة كده. بتضغطي جامد لدرجة ان انت بتفصلي السلسلة عن اللحم بتاع السمكة. الخطوة دي مهمة جدا. ليه؟ عشان بتخلي الفسيخ معاكي بعد ما بيستوي وبتيجي تفتحي عليه بتلاقيه سايح من جوه والزبدة سايحة معاكي كده. تمام كده. اهو احنا بنطريها بايدينا، يعني المساج ده احنا بنطري السمكة بايدينا. الخطوة دي طبعا بتخلي السمكة ما تطلعش معاكي ريحة. ليه؟ لان الخطوة دي في ناس كتير ما بتعملهاش، فبتسيب السمكة لحد ما تريح. يعني ممكن يسيبوها كمان من 10 ساعات ل 12 ساعة. الغرض من كده ان هم المطلوب ان السمكة تريح عشان جسمها يطرى. فاحنا بدل ما نعمل الخطوة دي وتيجي تاكلي السمكة تبقى طبعا غير صالحة اساسا للاستخدام، وفي نفس الوقت بتعمل ريحة كريهة جدا مش محبوبة، فاحنا بنطريها بايدينا. والخطوة اللي احنا بنعملها دي بتسرع من عملية التسوية للفسيخ ويجي معاكي بسرعة، وكمان بتخليه يطلع معاكي مفيش فيه اي روائح كريهة. تمام كده. لان احنا بنعمل كل حاجة بايدينا، وفي نفس الوقت احنا ما بنركنش السمكة، انت بمجرد ما بتجيبيها بتشتغلي فيها على طول. تمام. ودلوقتي بعد ما غسلنا البوري معانا كده هسيبه بقى كده يصفي ميته. مش هسيبه بالساعات طبعا، لا ده انا هسيبه بس هركنه على جنب كده لحد ما اجيب الملح واجهز الحاجة اللي انا هخلله فيها، وبعد كده نشتغل مع بعض. ودلوقتي انا جهزت معايا حلة كده استانلس، بس انا مش هحتاجها دلوقتي، هركنها على جنب وهبقى اقول لكم دلوقتي احنا هنحتاجها في ايه. بس نشوف البوري الاول. ودلوقتي جبت معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة من الكمون، وهناخد كمان الملح. المقدار بتاعه هيكون على حسب عدد السمك. احنا معانا هنا 7 بوريات، هنحط 7 معالق كبار من الملح. الملح اللي انا مستخدمه هنا ملح خشن. تمام كده. على عدد السمك انت بتحطي عدد المعالق ملح. تمام. بس بنزود في الاخر معلقتين كمان. المعلقتين دول اللي هيتحطوا في الارضية بتاعة البوري واحنا بنحدقه. ودلوقتي هنخلط الكمون والكركم مع الملح. الكمون والكركم دول فايدتهم ان هما بيخلوا الفسيخ ريحته حلوة جدا. وطبعا احنا هنا ما حطيناش شطة، لو انت حابة تحطي شطة حطي، مش حابة دي حسب الرغبة. ودلوقتي انا بجهز كيس معانا هنا عشان نخلل فيه البوري. بتجيبي الكيس على حسب حجم البوري اللي موجود معاكي. وادي الملح جاهز معانا اهوت اللي احنا هنشتغل بيه، اللي عليه الكركم والكمون. واول حاجة هعملها هنزل بمعلقتين كبار من الملح في ارضية الكيس كده الاول، ودول معلقتين الملح الزيادة اللي قلتلك عليهم. تمام كده. بعد كده هنرص السمك. طبعا بنرص السمك عكس بعضه، يعني راس وديل. بنحط السمكة كده عدلة والتانية بنعكسها عشان خاطر المية اللي بتنزل من الراس غير المية اللي بتنزل من الديل، فلازم نعكسهم عكس بعض. دايما المحلات بيعملوا كده، يعملوا رصة
الراس مثلا يمين والراسه اللي بعدها الراس شمال، فاحنا طبعا ما بنعملش كميه كبيره، فبنعمل حاجه بسيطه. فتعملي السمكتين عكس بعض، يا اما سمكتين يمين والسمكتين اللي فوقهم شمال. ودلوقتي واحنا بنرش الملح كده على السمك، تعملي حسابك ان كل سمكية ليها معلقة من الملح ترشيها عليها. تمام كده. انا هنا كنت شارية 5 سمكات كبار، تمام. وبعد كده كان في عندي سمكتين في الفريزر، طلعتهم عملتهم هما كمان مع بعض، فمعايا 7 سمكات، فحطيت 7 معالق من الملح، وطبعا المعلقتين الزيادة اللي بنحطهم في ارضية الكيس، يبقى كده الاجمالي 9 معالق ملح. وهنا خلصت بقى كمية الملح اللي كانت معايا كلها. حتى انتي لو انتي خلصتي ولقيتي ان الملح معاكي زايد حطيه كله، لان انتي في الاول حاطه المقدار مظبوط، يعني عدد المعالق مظبوط مع عدد السمك، فاللي يفضل معاكي حطي المقدار كله. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا باللايك، واللي اول مره يشوفنا اتمنى ينورنا في القناه. ودلوقتي انا هطلع الهواء كده كله من الكيس واقوم ربطاه، وهجيب كيس كمان، يعني انا هحط كيسين 2 بس مش اكتر من كده. ودلوقتي هنجيب الحلة، هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها كيس الفسيخ، تمام كده اهو بالشكل اللي قدامك ده. احنا ليه حطينا الكيس هنا في الحلة؟ عشان خاطر تقدري تحطي الحلة في اي مكان، تحطيها تحت الحوض، تحطيها جنب البوتاجاز، تحطيها في اوضه النوم، حطيها مطرح ما انت عايزة. انت كده محافظة على الفسيخ بتاعك، ولا هيطلع ريحة ولا هيسرب مية ولا حاجة خالص، ولا هتبقي حاملة همه، ومنين ما هتحطيه مفيش ريحة هتطلع. تمام كده. وكل يوم في نفس الميعاد اللي انت حدقتي فيه الفسيخ تفتحي عليه وتمسكي الكيس بتاع الفسيخ وتقلبيه الناحية التانية. الخطوة دي عشان ايه؟ احنا عاملين كمية صغيرة، فالمية بتبقى واصلة تحت واللي فوق مش واصله مية، فاحنا بنقلبه عشان المية تتوزع على الفسيخ كله ويطلع كله مستواه واحد في التمليح. تمام كده. وبعد 5 ايام بالظبط افتحي عليه هتاكلي احلى شوية فسيخ. ودلوقتي بعد مرور 5 ايام هنفتح على الفسيخ، نسمي الله كده، بسم الله. شايفة ما شاء الله الاكياس بتاعتنا منها اكياس جديدة ما سربتش مية خالص. دايما الاكياس اللي هتستخدميها في التمليح تكون ما فيش فيها اي سكوب نهائي، يعني ما تكونش فيها اي قطع ولو صغير خالص عشان ما يسربش المية بتاعته. وما شاء الله بمجرد ما فتحت الكيس كده ما فيش ريحة خالص من اللي بالك فيها، الريحة اللي شمينها ريحة حاجة كده بتجذبك كده انك عايزة تاكلي، حاجة كده جميلة تحفة. طب دلوقتي لو احنا فتحنا بعد 5 ايام وعايزين نعرف الحدق بتاعه كده عجبنا ولا لأ، ولا عايزينه ملح زايد او اقل، تعملي ايه؟ هتيجي من الظهر بتاع السمكة كده وتشيلي الزعنفة الصغيرة اللي تحت ديت، وتقومي بعد ما تشيليها تضغطي على ظهر السمكة، هيقوم اللحم بتاع السمكة من جوه باظظ قدامك كده زي ما انت شايفة. هتقومي واخدة حتة كده وضايقاها وتشوفي الحدق بتاعها، عجبك كده تمام تفتحي وتتوكلي على الله. عايزة الملح زيادة تقفلي وتسيبيها كمان يوم. بس هو 5 ايام انا بفتح عليه وبعمله كده بقالي سنين، ما بزودش عن 5 ايام بيطلع حدقه مظبوط جدا. بس حبيت اقول لكم الفكرة ديت عشان خاطر بالنسبة للي بتعمله الاول مرة ممكن برضو تبقى عايزة تعرف المستوى بتاعها عامل ايه، فتقدر تختبر الفسيخ بالطريقة دي. وبعد كده بنجيب السكينة بقى كزلك صغير كده ونقشر الفسيخ وبالمقص، وبنفتح البطن بتاع الفسيخة كده ونشيل الأحشاء بتاعتها، وبكده هيكون معاكي أحلى فسيخ بدون ريحة والطعم زبدة سايحة. وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل، وإن شاء الله استنونا الفيديو الجاي هنعمل مع بعض أحلى ملوحة. وما تنسوناش بدعوة حلوة من القلب لو عجبكم الفيديو.